صباح الفل. الحقيقة إن وفاة كابتن محمد صبري والظلم اللي اتعرض له في حياته ياخدنا لموضوع مهم جدا، وهو سياسة النادي الأهلي بأكثر من 50 سنة في التعامل مع أي لاعب بيكون خطير وموهوب لنادي الزمالك ومميز في المستوى، وهيتعب النادي الأهلي خلال اللعب في الدوري أو المباريات المحلية أو إفريقية، وبتبدأ الحرب عليه من كل ناحية. مثال على كده وأذكر لكم أمثلة كتير. في فترة السبعينيات كان عندنا لعيب اسمه كوارشي، وكوارشي ده كان لاعب مهاري جدا خلال الفترة دي، وكان هيحرز مع نادي الزمالك بطولات كتير جدا، وتألق مع نادي الزمالك، وأصدر أو تم إصدار قرار بمنع اللعيبة الأجانب في مصر عشان بس يطفشوا هذا اللاعب، وكان الجون بتاع فريق المقاولين. ايمانويل اومونيكي كان موهبة كبيرة جدا داخل نادي الزمالك وعلى مستوى مصر كلها، كان لاعب بالطراز أوروبي، وبعد ما مسح بالأهلي التراب وبعد ما أحرز فيهم اهداف في لقاءات القمه بتاعتهم، تم جابوا له عرض خارجي، ويمكن الكلام ده ظهر بعد كده وطلع الاستاذ محمد عبد الوهاب من مجلس اداره النادي الاهلي سابقا وقال نصا دورنا على عرض اوروبي عشان يمشي اللاعب من نادي الزمالك. امام عاشور وتصميم على الاحتراف الخارجي وجاله عرض اوروبي من ميتلاند، ومن ميتلاند رجع على النادي الأهلي. موهبة كبيرة جدا اسمها محمد صبري، الله يرحمه. الموهبة كانت على أعلى مستوى وتألق في مباريات القمة، وأحرز في الحضري وأحرز في شوبير. وخلينا نتوقف مع محمد صبري قليلا ونشوف مدى الظلم اللي تعرض له هذا اللاعب. محمد صبري كان إحدى أبرز مواهب الزمالك خلال فترة التسعينات وأول فترة الألفينات، إلا أن مسيرته شهدت أطول فترة إيقاف للاعب في مصر. ففي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك سنة 98-99 اتوقفت المباراة بعد أول 5 دقايق من بدايتها بسبب انسحاب الزمالك لاعتراضه على طرد كابتن أيمن عبد العزيز في كرة مشتركة مع إبراهيم حسن، كان ساعتها لاعب النادي الأهلي. وطبعا لأنه ورى النادي الأهلي الويلات في مباريات القمة وساعد نادي الزمالك في الفوز في عدة مباريات، وكان له شمال لا تصد ولا ترد، تم إيقاف اللاعب وكانت فرصة ذهبية وتم. ومحمد صبري بيتكلم في الواقعة دي في حديث تلفزيوني وقال تم إيقافي ظلما ولم أحرض اللاعبين على الانسحاب في مباراة الأهلي والزمالك، وكابتن فاروق جعفر هو من طلب ان احنا ننسحب بعد طرد ايمن عبد العزيز في اول 4 دقايق من المباراة. محمد صبري حاول ان هو يلعب في الخارج وبالتحديد احدى الاندية السويسرية، ولكن المقابل ما ساعدش ان هو ينتقل. بعد كده انتقل للقادسية الكويتي، ولكن ما استمرش معاهم، لعب لمدة شهر ونص، وبعد كده نادي الزمالك احتاجه فلبى النداء ورجع نادي الزمالك، لكنه ما كانش ينفع ان هو يلعب محلي. وكأستاذ كمال درويش او كابتن كمال درويش كان موجود ساعتها وطلب ان هو يلعب المباريات اللي هي الافريقيه، وشارك في مباراه النجم الساحلي في كاس الاتحاد الافريقي. وبعد كده حاول كابتن ابراهيم يوسف مدير الكره في ذاك الوقت ان هو يقدم التماس لاتحاد الكوره علشان يقللوا العقوبه اللي على اللاعب، الا ان اتحاد الكوره ما صدق ان هو جاله عقوبة لمدة سنة حتى يتم ايقاف هذا اللاعب، وهو لم يثبت انه حرض اللاعبين في مباراة القمة ان هم يسيبوا المباراة. وفرضا حتى لو حرض اللاعبين ان هم يسيبوا المباراة، هل يتم ايقافه لمدة سنة؟ احنا عندنا الشحات ضرب الشيبي بالقلم وسبله بالدين اتوقف مباراتين. هل هذه هي الحالة أو الحالات الفريدة؟ لا، مع ظهور شيكابالا وكم من الحرب والعنصرية الغير طبيعي وشتيمة بالأهل طوال 20 سنة بدون سبب واضح، ودي عايزة كتب وحلقات. باسم مرسي وتألقه مع نادي الزمالك غير الطبيعي في أول موسم، مسجل 18 هدف وإحراز دوري وإحراز كاس مع نادي
الزمالك وقديما كابتن علي خليل. وده بيخليك تسأل، يعني كل المواهب دي فعلا تجاوزت في حق النادي الأهلي وجماهير الأهلي وكسرت اللوائح والقوانين، ولا دي خطة ممنهجة للإطاحة بأي موهبة ممكن إن هي تفيدك، أو إن هو لازم ياخد الموهبة منك أو التجربة بتاعتك اللي نجحت، أو إن هو المفروض إن هو يطفشها؟ وده ياخدنا لموهبة جديدة بيتم تطفيشها على نار هادية، خوان بزيرة لما غلط فيه الشحات أول مرة وتاني مرة مفيش أي حد اتكلم ولا علق من الإعلام أو من أي مصدر، مفيش حد علق. والجماهير بتستخف باللاعب، واستوديوهات كانت بتوصف زيزو لما كان في الزمالك إن هو عادي، دلوقتي العكس، زيزو عالمي وبزيرة عادي. ضرب غير طبيعي وغير منطقي للاعب في الملعب، وتضامن جماعي من الحكام على استباحة ضرب. فعلا بيبقى موجود حكم يقدر ان هو يحمي اللاعب في المباراة. كم فاول ضد اللاعب وكم انذار الخصوم خدوه بعد ضرب اللاعب بشكل مقصود وممنهج. بالعكس احنا بنلاقي بنزيرة بياخد انذارات للاعتراض على العنف، زي مباراة البنك الاهلي لما راح اعترض قصاد اللاعب خد انذار، وزي ما اعترض في مباراة الاهلي الاخيرة قصاد كوكا خد انذار. على مسمع ومرأة الحكام بيتم ضرب اللاعب بطريقة ممنهجة. انا كمشجع قديم عارف ان السيناريو بيترسم في دماغهم بالطريقة دي. جابوا بزيرة كجناح يمين بعد ما هم خدوا زيزو اللي هو يعتبر كان احسن لاعب عندك، فانت جبت لاعب احسن منه مع فردة شمال مع مهاجم عالي، الفرقة دي هتبقى في حتة تانية هجوميا. ده اللي بيدور في دماغهم، فهو دلوقتي عايز يطير منك اللاعب ده عشان انت ما يقوملكش قوم. فايه الحل دلوقتي؟ لازم نطفش اللاعب، لازم نضايقه، لازم نخنقه. وهل كرة القدم يا جماعة واحتواء موهبة زي دي بالضرب وبالعنف، ده بالإضافة بقى لإغراءات اللاعب ووالده للرحيل عن نادي الزمالك وإغراءه وتحريض اللاعب على إن هو ما بياخدش فلوسه من نادي الزمالك المتعثر؟ اللاعب يا جماعة عقده مع نادي الزمالك 4 سنين، هل تعتقد إن هو في هذا الجو هيقدر حتى يكمل سنة؟ الأخطاء التحكيمية جزء من لعبة كرة القدم، النادي الأهلي محتكرها لحين إشعار آخر. القذارة والمؤامرات بتطبخ على نار هادية. خدوا يا جماعة البطولات، ويا رب يا رب تشبعوا، ويا رب محمد صبري يفكركم إن لكل شيء نهاية اسمها الموت. صباح الفل.